كنت كل يوم بصحى حاسس اني بخسر فلوس شقى سنين قدام عيني بتتكسر. الاسعار بتزيد وقيمة تجني وبتقل وانا واقف مكاني عاجز مش لاقي حل. اشتري ده اجيب شقة اخزن تعب عمري فين. حيرة بتاكل فيا والاسئلة بين البين. في يوم صاحبي شافني مهموم والوش حزين قال لي مالك يا صاحبي شايل همومك لمين؟ حكيت له كل اللي في قلبي والتعب اللي انا فيه. بصلي وقال كلمة واحدة اتغيرت كل اللي انا عايش فيه. قال لي البورصة هي الحل. استغربت قلت له ازاي يعني بورصة اصلا وفين رايح وفين جاي؟ قال لي ده سوق ضخم البورصة المصرية هناك سوق رئيسي ونيل وسندات وزون كمان معاه. مش مجرد شاشة وارهام دي حقيقة وعلم وصول. البورصة مشاركة في اقتصاد والفهم هو اللي ينول. بالعلم والصبر انا عدي ومفيش مكان للخوف. صياد الفرصة ايوه قاري كل الظروف. السوق الرئيسي مليان قطعات في الشارع بتشوفها بنوك وعقارات ومولات ودوية عارف حروفها. أغذية ونقل وطاقة واتصالات وسميدة كمان. شركات حقيقية بتكسب وبتكبر في كل مكان. بدأت أبحث وأتعلم واكتشفت السر الكبير. الشركات دي مش بس حماية دي بتنمي الفلوس كتير. شفت أسهم عملت ضعف وجابت أضعاف وأضعاف. وفهمت أهم درس إن النجاح مش حظي وخوف. النجاح انضباط وصبر وعلم يوجه الخطوات. عرفت يعني ايه دعم اقل منطقة للطلبات. عرفت المقاومة جني ارباح وبيع في السوق لو متضارب او مستثمر. كل واحد له طريق. المضارب يحب السريع والمستثمر له سنين. تحط فلوسك باستمرار وقت الدعم تبقى مطمئن. كل ما اتعلمت اكتر خوفي قل وزاد الامان. والأجمل من كل ده إن الرزق مش بس مال. لما ربنا يوسعها عليك افتكر الفقير في الحال. البركة أهم من أي سهم وأهم من أي مكسب. النجاح مش في الفلوس، النجاح في القلب والأدب.